حين تزرع السعادة والفرح والابتسامة على وجوه الناس يبعث الله لك من يزرع في وجهك الابتسامة والفرح في قلبك. اللهم جملنا بقلوب رحيمة وعقول حكيمة ونفوس صبورة، واجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمة الشهادة. صباح الأمل بالله والتوكل عليه، حين نشكي همومنا فيردها لنا سلم وسلام، ويفتح لنا أبوابا من الرضا ومن الرزق. اللهم اجعل لي في هذا الصباح نصيبا من الرحمة والمغفرة، وأكتب إلى الخير حيثما كنت، وأرضني به يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله، يسعد لي أوقاتكم من وين ما عم تتابعوني. كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تشوفوا فيديو اليوم. وكالعادة بلشت لكم الفيديو بنسكافيه، وهين كانت العيلة كلها مشتهية عندي على السحلب عند البنوتات وابني. هين أول إشي شغلت الغاز، وبعدين بدي أحط الطنجرة. تمام، حطيت الطنجرة وعندي هنا كمان الكاسات جهزتها عشان بس يستوي السحلب فورا نسكبه بالكاسات. هنا في وعندي رتل من الحليب، بدي أحط له 4 معالق من النشا، وكمان بدي أحط سكر. وطبعا السكر انتوا حسب ما بتحبوا حالات السحلب، بيكوا تقللوا وبيكوا تكسروا، الشي هذا بيرجع لكم انتوا. هين انا حطيت الحليب وحطيت السكر وحطيت النشا وبلشت احرك فيهن الا ما بيغلوا قلية وثاني قلية. وهيك السحلب صار جاهز عندي، وبدي اسكبه بالكاسات. بس بدي استنى عليه شوية عشان اقدر اقدمه لولادي. انتوا اذا تحبوه سخن فيكم فورا تشربوا منه. هنا كمان بترجع لكم انتوا شو بتزينوا، تحبوا زينوا على ذوقكم. انا زينت بكاكاو. بنوتاتي بدهن يداومن على المدرسة. وشوفوا بنوتي هاي الصغيرة ما بتخليهن بتداوموا، يعني يوميا هيك بتسوي فيهن. مو متعلقة فيهن ومتعودة عليهن. بس بيروحوا على المدرسة حيل بتزعل عليهم. شوفوا بتسوي لي باي مثل ما هما بيسووا لي، بدها تروح معاهم. والله كثير بتزعل، مو تضل لحالها بالدار، لأنه من غير شر يعني كلهم بيداوموا. العيلة أنا عندي كلها بتداوم، بي عندي رابع وبي عندي ثالث وبي عندي أول وبي عندي سادس، يعني ما شاء الله العيلة كلها بتداوم. ما بتضل عندي إلا هي الصغيرة بالدار. عشان هيك بس بيداوموا بتزعل وبتقوم بتصيح. وهين البنات دوما الله يسرهن طريقهن يا رب. وهين بدي أسوي كمان معكرونة، بدي أشارككم طريقتي للمعكرونة. هين أول إشي شغلت الغاز وحطيت عليه طنجرة مية عشان نسلق المعكرونة. وهين قشرت البندورة، بدي أسويها صوص للمعكرونة. تمام، وكمان بدي أخلطها بالخلاط، يعني بعد ما قشرتها وقطعتها هيك بدي أحطها بالخلاط و... وبدي أخلطها، وكمان بدي أحط سنين ثوم معاها. وهي المعكرونة يا بنات اللي استخدمتها 3 أكياس أنا طبعا حطيت، لأنه البنوتة كثير يحب المعكرونة، وبالخاص بنتي الصغيرة هي يعني أكلتها المفضلة المعكرونة. وهين حطيت كمان ملح للمعكرونة. وهين حطيت الطنجرة، حطيت عليها زيت، وبدي أحط صلصة اللي هي عصير البندورة، وكمان حطيت دبس فليفلة، وكمان حطيت زرف ماجي. وبعدين هين ضفت المعكرونة وبلشت أخلط فيها، وآخر إشي حطيت الصوص. وهيك صارت المعكرونة جاهزة. الله يديم علينا النعمة ويحفظها من الزوال، والله لا يحرمها حدا يا رب. بلشت أسكب بالمعكرونة. أو بس هيك فيديو اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم. إذا حبيتوا لا تبخلوا علي باللايك، والمشترك يشترك عشان يصلكم كل شي جديد أنا بنزله. وبدي أقولكم بأمان الله.